بيحكي وبيقول متجوزين من 7 سنين، احنا طول الوقت بنتخانق، ما افتكرش اسبوع عدى علينا كويسين، حتى اول شهر جواز كان كله خناق. بيكمل وبيقول انا بقول لها اني متضايق انها بتكسل تعمل البيت وترتبه، وان الغسيل دايما مرمي على ظهر الكنب والفوضى اللي انا عايش فيها، بس في الحقيقه مش ده السبب اصلا. انا اتخنقت من غيرتها وتدويرها ورايا وتفتيشها في تليفوني طول الوقت. لما سالته ليه السبب ده ما بيتقالش، قال لي عشان هي هتقول لي لو انت ما بتعملش حاجه غلط مش هيفرق معاك اني افتش في تليفونك، وهندخل في حوار انا عارفه كويس. وقتها قلت له بس شكوتك اللي مش حقيقيه دي هتخليها توجه طاقتها غلط، انها تهتم بنظافه البيت وتفتش وراك وتلم الغسيل اللي مضايقك قوي وبرضه هتدور وراك. دي حيله كده بيسموها الابدال، اني اتخانق مثلا على اللمبه المحروقه واني اقول مليون مره قلت لك تصلحها، وانا من جوايا في سبب تاني مضايقني بس مش قادره اتكلم فيه، فبتلكك يعني بموضوع اللمبه المحروقه. المشكله فين؟ اني بدي للي قدامي اشارات غلط. عارف يعني لما تبقى سايق عربيه وبتدي اشاره يمين بس انت داخل شمال؟ هي دي المشكله، انه لما اللي قدامك بيحاول يصلح اللي انت اشتكيت منه وبتفضل برضو المشاكل موجوده، بيبقى حاسس انه محبط وان كل محاولاته دي وقعت في الارض. فلما يبقى في موضوع مضايقكم اتكلم فيه مع شريك حياتك. ايه اللي هيحصل يعني؟ هتتخانقوا؟ طب ما انتوا طول الوقت بتتخانقوا، بس بتتخانقوا على اسباب مش حقيقيه. ما يمكن السبب الحقيقي لما يتقال يبقى في حل مريح لكل الاطراف، لكن مش البديل ابدا اني ازيف حتى السبب اللي بيضايقني عشان اتجنب ان يحصل خلاف. ولا ايه رايك؟